أسنانه، وهذا ما وقع. أخي الحبيب ما نجنيه الآن إنما هو نتيجة ظلم متراكم لسنوات طويلة. لما انتهت الدولة البرمكية، هل تصدق أن خالد بن برمك سجن في حجرة واحدة هو وابنه بعد هذا الملك وبعد هذا السلطان؟ فقال له ولده وهو يبكي في الزنزانة: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد. اسمع ماذا قال، والله أتمنى أن يسمعها كل مسؤول في مصر بل وفي العالم كله. ماذا قال له والده؟ قال له: يا بني، يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. يا سلام، شايف العدل؟ شايف العدل؟ كنا دايما نقول يا إخوانا، سيدنا النبي بيقول كده، بيقول اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي والعقوق. البغي يعني الظلم، خلي بالك الظالم لازم يؤاخذ في الدنيا قبل الآخرة. يا ما قلنا الكلام ده، يقول لك بس احنا لما رب العزة بيمهل بننسى وبنتصور أن الله ينسى. الله يمهل جل جلاله لكنه لا يهمل. شوف سيدنا النبي يقول ايه؟ يقول: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. اقرأوا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك ربنا حرم الظلم. يا سلام، هقول لحضرتك عبارة تكتب بماء الذهب للشيخ الإسلام ابن تيمية. بيقول إيه؟ بيقول: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة.